السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده يا حبايبي رجعت لكم. طبعا انا لسه صوتي تعبان الحمد لله. النهارده معايا طريقة المحشي بورق الخاص. وطبعا انا مش كنت هصور والله، بس جوزي قال لي لا كده كفايه غياب يعني ولازم نرجع لحبايبنا ونشوف بعض وحشني الكومنتات واللايكات بتاعتكم. وطبعا انا بشكر الناس اللي بتسأل عليا. النهارده معايا ورق الخاص. معايا طبعا الاساسي بتاعنا هو الرز والورق الخاص اهو حلو، وانا عامله زي المس كده. ومعايا الحاجات اللي هحطها فوق الفراخ. انا هحط المحشي بالفراخ من غير شوربه من غير ميه زي اول فيديو عملته، بس كنت عاملاه بورق كروم. وطبعا دي البهارات بتاعتي: ملح وزعتر وورق راولي وفلفل اسمر وزنجبيل وكمون وكزبره ونعناع وملح. وطبعا معايا هنا الخضره بتاعتي: شبت وبقدونس وكزبره. ومعايا الطماطم بتاعتي مسبكاها ومجهزاها على قد هنعمل ايه. بس نقول بسم الله. واول حاجه ما تنسوش اللايك يا جماعه، انا ما جيتش من زمان. يلا نسمي الله مع بعض كده وننزل بالخضره بتاعتنا اهو. انا مصفيه كل حاجه ونقلب كويس جدا اهو. طبعا بشكر الناس اللي بتسأل عليا وربنا يخليكم كلكم يا رب. وطبعا يا جماعه انا من هنا بقول لكل القنوات الصغيره اللي انا منهم: يا ريت كل واحد يروح عند التاني من غير ما يقول انا جيت لك او زرتك او بعت لك هديه تبعت لي او تعالى اشرب الشاي. الكلمات دي كلها بتعمل حظر من اليوتيوب، بيلغي المشاهدين. طبعا انا مجربه ومحبتش ان انا معلومه زي كده مش هقولها لكم يعني. اي حاجه عجباكي لازم تجبري بخاطر اللي بتشوفيه، حتى لو مش هتسمع الفيديو كله 3 دقايق منه. دي معلومه لوجه الله. وطبعا كلنا نضاف وشاطرين وكلنا لازم نشجع بعض. طيب انا هنا بقى هنزل انا مجهزه البهارات بتاعتي كلها دي، هخليها هنا كده. بسم الله. طيب هنجهز الحاجه بتاعتنا عباره عن ايه. هنرجع كده. احسن حاجه وانا قاعده في الارض ما لخبطش نفسي اهو. هجيب الحله بتاعتي وننزل بالفراخ. الظهر دوت كده، الظهر اهو هنخليه هنا كده اهو عشان من نعمل المحشي يتحمر معايا. وانا عاملاه معاكم قبل كده، وطبعا في ناس حبايبي سالوني قالوا لي احنا عايزين نشوفه تاني زياده تاكيد. واحنا كده كده النهارده الجو برد ولازم المحشي، ولازم برضو من دعواتكم ليا. ربنا يكبر بخاطركم يا رب. انا الحمد لله، انا يمكن صوتي بيعمل كده في البرد بس الحمد لله يعني فضل ونعمه. طبعا انا هنزل بالتشكيله بتاعتي دي كده اهو. ده العيدان بتاعت الخضره هنزل بيها كده. طبعا انا لسه معايا فراخ تاني، مش هنزل بكل المقادير بتاعتي. الناس الشاطره فين اللي بتعمل لايك؟ جبر الخواطر على الله يا جماعه. اللي عاجبه يعمل لايك واللي مش عاجبه برضو يعمل ديسلايك، دي حاجه حريه ليكم. انا حطيت البصل اهو، وهنا شرايح الطماطم. طبعا انا جبت التتبيله بتاعتي كده، هنعملها كده. الفراخ لما بتشرب من البهارات دي، البخار بتاعها بيسوي المحشي، بيبقى ريحته ما شاء الله. طب والطعم والله تحفه. هنزود كمان شويه بصل. البصل دوت يعني عباره عن ايه، زي الكمره كده لما بنعملها للشوربه. وبهاراتنا كل حاجتنا اللي بنحطها في الشوربه هي الحاجه دي كلها. طيب انا عندي ورق الخاص اهو، انا سلقته وجهزته لان انا والله مش كنت عامله حسابي ان انا اصور. فطبعا هنرجع كده نجهز حاجتنا كده اهو. بسم الله.
ندي كمان تقليبه. طماطم غاليه مش مشكله، غاليه غاليه، ما احنا لازم نتدفى في البرد دوت، والمحشي بيحب الطماطم والطماطم بتحب المحشي، وفي ذات الحالتين احنا لازم نتدفى. في ناس بتعمل ورق الخاص دوت حجاب كده، بس انا طبعا انا مش هعرف اعمله، وكل واحد له طريقته، وكل واحد تسلم ايده على اللي هو بيعمله. اه انا ظابطه الملح بتاعي في الطماطم، وعامله كل حاجه اهو الحمد لله. وطبعا الملح اللي هنا اللي في الحله هنا الفراخ بتشرب منه، وطبعا ده بيشرب من ده. طبعا يا جماعه احنا قاعدين كده بنحشي المحشي، نذكر الله وندعي ربنا، وكل واحد في نفسه امنيه كده يحققها يقول يا رب. وطبعا ما تنسوش اللايك، يعني مش تسرحوا عني، وما تجريش الفيديو، انا معاكم واحده واحده. طبعا يا جماعه انا هنا خلصت الحشو بتاع الحله بتاعتي. طبعا فضل معايا الليمون اللهم صل على النبي اللي جددته. وطبعا هنا الحشوه اللي كانت باقيه معايا اللي هي التشكيله اللي تحت اللي على الفراخ، زاد عليهم بس الليمون. طبعا هنرص كده بقى اهو، انا خلصت التصبيع وحبيت اوريكم برضو عشان هنشغل الولعه ازاي. الحاجات دي كلها بتتاكل برضو مش بتترمي، وكل حاجه ولها فايدتها. طبعا انا هولع هنا تحت الحله النار شديده، واسيبها كده 10 دقايق بالظبط لما الحله عندي تعمل صوت ان هنا كده الغليان من الحراف، هروح موطيه خالص. وطبعا انا هوريكم ازاي زي ما وريتكم في اول الفيديو. طبعا هنشوف الحله بتاعتنا اهو، شايفين البخار يا جماعه اهو، بسم الله ما شاء الله اهو. طبعا هنوطي كده خالص، في التوقيت ده كده. ونوطي خالص ونغطيها ونسيبها بقى لغايه ما تستوي. هنعرف ان الفراخ استوت من تحت من صباع المحشي، اول ما تمسكوا الصباع كده هتلاقيه مستوي. وطبعا هوريكم ان شاء الله. نسمي الله كده ونشوف يا جماعه، انتوا سامعين الصوت؟ سامعين الصوت دوت؟ كده الفراخ معايا بتتحمر. نسمي الله كده اهو. بصوا يا جماعه بسم الله ما شاء الله، لا في حاجه طالعه كده ولا في حاجه مفككه ولا اي حاجه اهو. هنشوف كده الصباع اهو ما شاء الله. هنطفي بقى الحله بتاعتنا، نطفي النار، وتعالوا هنشوف هنعمل ايه مع بعض. يلا نسمي الله كده مع بعض ونقلب. بسم الله اهو، هو ده المحشي لازم كده. بسم الله. طبعا الفراخ اهي ما شاء الله معايا طالعه متحمره، مش هحتاج تحمير ولا هحتاج اي حاجه خالص اهو ما شاء الله. وبكده النهارده تكون نهايه الفيديو بتاعنا. ما تنسوش اللايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.